اكيد تتذكرون الفيديو مال لو تطلع للفضاء بدون بدلة، وشفنا ايش قد خطرة السالفة. بس شنو اللي يبيها هاي البدلة بحيث هيك مفيدة؟ يعني هي مجرد بيجامة ثخينة وخوذة، لو شنو السالفة؟ السلام عليكم، اكيد وياكم، واليوم موضوع جديد. خلوا ببالكم راح نسولف على بدلات الفضاء اللي الانسان يلبسها من هو خارج السفينة، مو بداخل السفينة. تمام، نبديها من 1974 من ناسا كملت مشروع تصنيع بدلات الفضاء، وقالت هذني راح يكون كافيات ال50 سنة الجاية، والجماعة ما كذبوا خبر. يعني لحد هسه هم يستعملوهن. ناسا بوقتها سوت 18 بدلة، بيهن اللي راحت لكم فدوة اثناء الاختبارات، وبيهن اللي تلف ويا كوارث الرحلات الفضائية مثل تشالنجر وكولومبيا وسبيس اكس 7، وعندك بعد 7 بالصيانة، فالباقيات فقط 4 اللي نقدر نقول عليهن جاهزات. وحسب تقرير بزنس انسايدر يقولون انه كلفة الوحدة بوقتها 20 مليون دولار، يعني اللي عادل بفلوس وقتنا حاليا 250 مليون دولار. 250 مليون دولار على بدلة، ايش هالغسيل اموال هذا؟ الظاهر المقاول مالتهم عنده خبرة. بس اذا تجي لمواصفاتها راح تقول فدوة وتستاهل. عبارة عن سفينة فضائية مصغرة مكونة من 5 قطع وخوذة تحميك من البرد والحر، تبريد تدفئة، وبها آخر ما توصل إليه العلم من نظام الاتصالات والسماعات. والخوذة تحميك من الأشعة فوق البنفسجية وتحت الحمراء، وتحميك من الغبار الكوني والأشعة الكونية وإشعاعات الفضاء. أنا وقاعد أكتب السكريبت فكرت أشتري وحدة واشتغل بها تاكسي، وبها جهاز تنفسي عادل الضغط بالبدلة، وبها حتى ماي بارد للشرب، وجهاز إزالة ثاني أكسيد الكربون، وجهاز تنقية الهواء، وبها جهاز تنفسي عادل الضغط بالبدلة، وبها حتى ماي بارد للشرب، وجهاز إزالة ثاني أكسيد الكربون، وجهاز تنقية الهواء. ويقولون أعقد جزء بالبدلة هو الجفوف، لأن دقيقة كلش وبيها متحسسات ونظام تبريد وتدفئة على كل إصبع. وبنفس الوقت لازم ما تضايق رائد الفضاء بالشغل. خصم الحكي البدلة بيها تقنية كلش عالية، بس مع هذا ما تفيد برحلات المريخ أو غيره، لأن ما جاي تتوافق ويا التقدم العلمي. ناسا كل فترة جاي تطلع بدلات اختبارية كونسبت جديدة، بس ما جاي تدخل للإنتاج لسبب أو الغيره. بس اكو شركة جديدة أمريكية بدأت تسوي بدلات بعشر السعر، يعني بدلات أحسن من مالات ناسا، وسعرها مليونين دولار بس. مليونين. ويقولون راح يستعملوها البرنامج القمر الجاي بعد 3 سنين، راح ينزل فيديو كامل مفصل عنه، وبرنامج المريخ بعد 10 سنين. بس مع ذلك ما جاي يقدرون يوصلون التقدم روسيا بالبدلات. روسكوزموس وكالة الفضاء الروسية كل فترة تنزل جيل بدلات أخف بالوزن وأرتب وأكثر تطور وأقل سعر، وبيها تقنيات عنيفة، ويستعرضون قدام ناسا ويعيبون على بدلاتهم اللي عمرها عبر 47 سنة. هاي نهاية الفيديو، لا تنسى تشترك وتحط لايك واكتب لنا تعليق يخليني استمر. بسلامتكم يا الربع.